السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معايا في القناة وفيديو جديد. كنتمنى إن شاء الله يلقاكم صحة جيدة وانتم كتشاهدوا. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم سلو بالطريقة اللي كنعتمدها ديما. نتمنى تخليكم معايا تشاهدوا الفيديو من الأول حتى الآخر، وإلا عجبكم المحتوى وعجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك ديالكم ومن تشجيعاتكم، وكنتمنى تبارطاجوا مع الأهل والأصدقاء. اول حاجه هنايا كناخذ الجنجلان كنغسلو كنقيه، ومن بعد كنحمرو في الكوكوط. كنديروا واحد كميه في كوكوط تقريبا نصف كيلو، كندير ليه واحد معلقه ديال الزيت وكنحمرو. هاد المقطع البنات راه تحدف ليا ملي كنت كنحمر في الكوكوط. صافي كنستمر هكا حتى كنسالي الكميه كامله ديال الجنجلان اللي عندي هنايا 2 كيلو ديال الجنجلان البنات اللي درت. كندير 2 كيلو ديال الجنجلان وما كتحمروش بزاف باش ما يجيكمش ثاني مر، تيعطي واحد المروره. سلو الا حمرتوه بزاف حتى تيبداو شي حبيبات فيه كيتحرقوا. هانتوما شوفوا راه تيجي محمر، كيجي مقرمل ملي كتعضوه. بالنسبه للوز البنات فسختو، درت ليه الماء طايب ودرتو غلا غير غليه وحده. من بعد فسختو كما كتشوفوا، غسلته مزيان، غسلت القشور نديرهم في واحد الشبكه حتى كيسقطروا. هاد ديك الساعه غادي ندخلهم في الفران يتحمروا ونطحنهم. واللوز راه غادي نقليه في زيت بارد. استعملت هنايا غير نصف كيلو ديال اللوز، بغيتو ديروا اكثر من نصف كيلو ديروه. نضيف ليه زيت بارد. كنستعمل البنات هاد النوعيه ديال الزيت اللي وريتكم. صافي كنديرو في زيت بارد وكنبقى ندور فيه هكا حتى كيتقلى. ما كنديروش حتى كيتحمر بزاف، حيت راه ملي كتحيدوه من الزيت كيكمل الطياب ديالو. هانتوما كيولي اللون ديالو ذهبي. صافي كنزولو من الزيت، وهنا غادي ندخل القشور ديال اللوز للفران. كما قلت لكم كتشعلوا الفران وكتدخلوهم وكتطفيو الفران وكتخليهم حتى كيتقرملوا، ما تخليهمش حتى يتحرقوا. ومن بعد كطحنهم. اللي بغات ديرهم سلو كيف ما درت انا ديرهم، اللي ما بغاتش راه كتحتفظ بهم وكتنسم بهم الحلويات. اي حاجه بغيتي تنسميها بالنكهه ديال اللوز كتنسميها بهاد القشور ديال اللوز، اولا كتستعمليهم في سلو. هذا هو القوام ديالهم. وهنا غادي ندوزو الكاوكاو. عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو اللي بلا قشره، غنديرو في الكوكوط. نضيف ليه حامضه وصاشي ديال زهره البرتقال. ندير الماء غليان وغادي نديرو فوق العافيه. ملي كيبدا يطبخ كيف ما كتشوفوا كنحيد ليه هاد الكشكوشه. ضروري كتحيدوا هاد الكشكوشه، هي اللي كتخلي لنا ديك الجهد ديال الكاوكاو. صافي كتخليه تقريبا واحد 10 دقائق اولا غير 5 دقائق. صافي كتزولوه. صافي كتحيدوا دوك الطريفات ديال الحامض، كتخليوه على جنب حتى كيبرد وكينشف تماما من الماء. لا هو لا اللوز بجوج. ومن بعد كتقليهم في الزيت. خديت نفس الزيت اللي قليت فيها اللوز باش كتعطيني ديك النسمه ديال اللوز في هذا الكاوكاو. كنديرها وهي بارده، كندير فيها واحد الكميه ديال الكاوكاو نفس الطريقه باش قليت اللوز. حتى هي كنديرو فوق العافيه حتى كيبدا يتحمر شويه، ماشي كيتحمر بزاف، غير شي شويه كيولي اللون ديالو ذهبي. صافي وكنزولو. كنخلي عاوتاني الزيت حتى كتبرد، عاد كندير الكميه الاخرى ديال الكاوكاو اللي بقى. هنا عندي هذا الكاوكاو هذا البلدي حتى هو كيلو. كنقيه وكنمسحو. ضروري ما كتمسحوها البنات حيت كتكون فيه الغبره. مسحوه مزيان ونقيوه من دوك الحبيبات اللي كيكونوا فيه ما زوينينش اولا الحجر الا فيه. صافي هنا غادي نديرو في واحد الطاوه. حتى هو البنات غادي ندهنو بواحد الملعقه ديال الزيت، غير واحد شويه كما شفتوا 2 معالق ولا معلقه. كندهنو مزيان وكندخلو الفران حتى هو حتى كيتقرمل كيتحمر. ما كتخليوش البنات هاد المكونات ديالكم يتحرقوا. الا تحرقوا راه كيعطيكم واحد المروره في سلو. ضروري غير كيتحمروا كياخذوا اللون الذهبي فقط. صافي هنا الطريقه اللي كندير باش انني كنزول ليه القشره. ما كنحيدش ليه القشره كامله، هي النص ديالو تقريبا اولا غير شويه. كنديروا فيها الصاشيه ومن بعد تندير ليها الطريقه اللي كتشوفوا. راه كتجي طريقه اللي عمليه. انتما راه غير شويه حيت ما بغيتوش كامل نقشروا، بغيت غير واحد شويه اللي تقشر فيه. صافي كديروا في واحد الطبيسيل بحال هكا. من بعد تديروا هاد العمليه هادي. راه كيتعزل لكم الكاوكاو في الجنب والقشره في الجنب. صافي بحال هكا حتى كتحيدوا ليه القشره اللي بغيتو تستعملوه كامل بالقشره ديالته. كيبقى لكم الاختيار. هما المكونات البنات كيف ما كتشوفوا معايا. عندي هنايا 3 كيلو ديال الفورس اللي كنكونوا حمرناه. انا ما حمرتوش في الدار، حمرته على برا كنغربلوه. عندي هنايا وهنا البنات 2 كيلو ديال الزنجله اللي كنا حمرنا في الكوكوط
طحنت كيلو ونصف وخليت نصف كيلو صايم. طحنته على هذا الشكل هذا. وعندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو اللي بالقشره ديالته اللي حمرناه في الفران. وهنايا عندي كيلو ديال الكاوكاو، نص هرمشته ونص طحنته مزيان. الكاكاو هو اللي سلقنا مع زهره البرتقال والحامض. هادو هما القشور ديال اللوز اللي بغات تستعملهم في السلو، اللي بغات تخليهم حتى ديروهم نسميوهم الحلويات تيبقى لكم الاختيار. عندي هنايا حبه حلاوه، وهنا النافع، هنايا القرفه، هنايا إلان، السكر كلاصي. عندي هنا اللوز مهرمش، واللوز هنايا طحنته مع كاس ديال زيت الزيتون، كاس عنبه. وهنا عندي الزيت اللي قليت فيه اللوز. وهنا عندي قبيصه الملحه والكوزه ومسكه حره. مسكه حره طحنتها مع شويه ديال السنيده، كتبان لكم في هذا اللون حيت طحنتها في الطحانه. يلا كنت طحنت فيها اللوز وطحنت هذه كنت نسيتها، طحنت القرفه وعاد طحنت اللوز، عاد تفكرت المسكه حره. صافي هنا غادي ندوزو للطريقه. وهنا البنات الجنجلان اللي كيبقى صاين درتو هنايا حتى نهار نديرو في الاخر، ما طحنتوش كامل كله. 2 كيلو تقريبا، نقولوا هنايا غتكون واحد نص كيلو اولا كيلو الا ربع، والباقي اللي بقى راه طحنتو مزيان. وهنايا شويه ديال اللوز خليته للتزيين، هذا قسمته بالنص وهذا خليته كما هو صاين. انا البنات درت هذا البانيو كبير باش نتحكم فيه وندلكو مزيان. اول حاجه غادي ندير الدقيق كما قلت لكم تتغربلو، ومن بعد غادي نضيف السنجلان، هنا عندي الكاوكاو كما قلت لكم، الكاوكاو اللي بالقشره، الكاوكاو البلدي، داك الكاوكاو الصغير هو اللي استعملت. وهنا عندي داك الكاوكاو الكبير. عندي هنا قشور ديال اللوز، عندي هنا إلان، عندي هنا حبة حلاوة والنافع، غادي ندير منهم 4 المعالق يكونوا كبار عامرين. هما 4. قبيصة الملحة ومسكة حرة. غادي نحك واحد الكوزة غير شويه ماشي بزاف، ما تكتروهاش. هانتوما راه ما درتهاش كامله، درت تقريبا نص ديالها، والكوزه راه ماشي كبيره، راه كوزه متوسطه. هنا القرفه حتى هي غادي نديرو 4 المعالق كبار يكونوا عامرين. صافي ديروا 4 المعالق، راه عبرتهم قبل. وهنايا عندي اللوز مهرمش، وهنا عندي اللوز اللي طحنته مع كاس عنبه ديال الزيت البلديه. ونسيت البنات ما قلت لكم، هذا الزيت هذا تقريبا اللي كانت بقات ليا غادي نسخناه هي باش غادي نخلط المكونات. اللي بغات دير الزبده تاخذ الزبده ديال العبار ديرها فوق العافيه، تخليها تنقص على العافيه وتخليها تطبخ شويه حتى داك الحليب ديالها ما تيبقاش فيها، وكنتحصلوا على واحد الزبده نوازيط، هذيك هي اللي تخدموا بها. صافي هنا غادي نضيف هذا الزيت اللي سلقت فيها اللوز. وهنا غادي نضيف واحد نصف الكميه ديال السكر كلاصي، ما غاديش نضيفو كامل. هنا البنات تتوليو تخلطوا، صافي كتجمعوا السلو ديالكم، تخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا.
وكما قلت لكم اللي بغات تجمعوا بالزيت تجمعوا، اللي بغات تجمعوا بالزبده تجمعوا. وكيبقى القوام ديالو على حسب الذوق ديالكم كيفاش كتفضلوه، واش كتبغيوه ميدم كيجي معلك، اولا كتبغيوه ناشف، اولا كتبغيوه بين وبين. المهم كل وحده والاختيار ديالها، راه كل وحده تبارك الله راه كتعرف الطريقه ديال السلو ديالها كيفاش كتبغي. انا غادي نستمر بحال هكا. هنا راه ضفت المكونات خلطتهم، وهنا ضفت الجنجلان، وهنايا غنبدا نضيف في الزيت والسكر كلاصي. والسكر كلاصي غتشوفوا معايا في الاخر شحال دا ليا. صافي انا كنبقى نضيف في الزيت وانا كندلك فيهم، انا كنضيف وانا كندلك وكنخلط. يعني نتوما كيف ما شفتوا ديال الطريقه اللي كندير. صافي هنا البنات راه واحد اللحظه غادي نعيا صراحه، غادي نهبطوا الارض باش نتحكم فيه وندلكو مزيان، لان هكا بالوقيف راه ما غاديش زعما تدلكوه مزيان، ما تحكموش فيه. من الاحسن انكم تفرشوا شي حاجه في الارض تهبطوه ودلكوه على خاطركم. انا مع التصوير بقيت واقفه معكم باش تشوفوا معايا الطريقه، ومن بعد غادي نهبط. هنا غادي نضيف ليها البنات واحد الكاس ديال الزيت البلديه. ملي غادي تسالي ليا ديك الكميه ديال الزيت الروميه اللي سخنت، غادي نكمل بالزيت البلديه، تقريبا درت 2 كيسات ديال الزيت البلديه اللي ضفت ليه. صافي انا هذا هو القوام البنات اللي بغيت، ما غاديش نضيف ليه مازال. وهنا هذا هو السر البنات اللي كيعطيه واحد اللذه رائعه. تيقوني الا ضفتو كلشي غيسولكم على المذاق ديال السلو ديالكم، اللي هو واحد الصاشيه صغيره ديال الكاوبيل، كتعطيه واحد المذاق رائع البنات. هذه معتمده عندي من ديما البنات، ديما كنضيفها في السلو ديالي، كتعطي صراحه واحد النكهه اللي رائعه. نتمنى تجربوها وردوا عليا الخبر. صافي غادي نخلطها مع السلو ديالي باش كتندمج معاه. وهنا غادي نوريكم الكميه ديال السكر اللي بقى ليا. صافي راه اكتفيت بداك القياس. وهنا غادي نضيف اللوز اللي خليت من داك نص كيلو، حيت نص كيلو البنات قسمته على تقريبا على 3. واحد الكميه طحنتها مع كاس ديال زيت العود، واحد الكميه هرمشتها، واحد الكميه كيف ما شفتوا معايا خليتها هكا صاينه. صافي غادي نخليه هنا حتى الصباح البنات، ضروري كتخليوه حتى الصباح كيبات عاد باش كتعرفوا واش باقي خاصو شي حاجه. صافي هنايا بعد ما صبح الحال هذا هو الشكل النهائي ديالو، قدمت لكم هكا في طبيسلاس. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتمنوا تجربوه بطريقتي، راه كيجي رائع البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوه بالطريقه اللي قدمت لكم. هذا هو القوام ديالو. اللي بغات تحطوا على هذا الشكل هذا، انا صراحه يعجبني بهذا القوام، ما يكونش معلك بزاف وما يكونش ناشف بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى حبيباتي اللي وصلت معايا حتى هنا ما تنسانيش من اللايك ديالها ومن البارطاج مع الاهل والاصدقاء، وشي تعليق يكون محفز اولا غير شي وريضه اولا غير شي قليب. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه جديده. مع السلامه.